تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض البامية بطريقتين مختلفتين، هتعجبكم جدا جدا. طريقة منهم هتكون اللحمة نية، وطريقة منهم هتكون اللحمة أصلا مسلوقة، فانت هتاخدي اللي يناسبك منهم وتعمليه. تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة المكونات اللي معايا، أنا هنا معايا لحمة موزة. اللحمة دي موزة اللي هي بقري. تمام، زي ما انتوا شايفين كده اللحمة بيبقى فيها قطع كده زي الملبسة عشان تدي طعم حلو كده للبامية. البامية دي كانت من الفريزر، يعني انا اللي مفرزاها، مش المجمدة اللي هي الجاهزة، لا انا اللي عاملاها في البيت. هنحتاج كمان بصلاية مفرومة تكون كبيرة، ومعانا معلقة توم مفروم، ومعانا بالنسبة للبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا. ولو حابة تحطي زعتر، الزعتر ده يا جماعة مش الزعتر اللي هو بتاع البيتزا خالص، ده زعتر أردني وبيبقى مخلوط بسمسم. مش قادرة أقول لكم جماله، بس مجرد ما بيتحط في أي حاجة فيها صلصة بيقلب الطعم تماما وبيخليه تحفة. جربوها هيعجبكم جدا جدا. دي بالنسبة للمكونات بتاعتنا. هنجيب بقى حلة ونحط معلقة سمنة حلوة كده. هننزل بقى بالبصلة المفرومة بالشكل ده، وزي ما انتوا شايفين انا فرماها خشن. بعد كده حطيت معلقة من الثوم وشوحتهم كويس، وبعد كده نزلت باللحمة بالشكل ده. المفروض ان احنا ننتظر لحد ما اللحمة تاخد لون بالشكل ده، واللون الاحمر بتاعها يروح خالص. ببتدي بعد كده انزل بشوية من الملح وشوية من الفلفل. مش هحط باقي البهارات دلوقتي، هنستنى شوية لما نحط الصلصة. بقلبهم كويس جدا، وبتحسي كده ريحة اللحمة بدأت تطلع، والثوم والبصل ريحتهم تحفة. بعد كده هبتدي ان انا انزل بعصير طماطم يكون خفيف شوية، مش اللي هو تقيل، يعني عصير الطماطم حاطه معاه ميه كتير علشان اللحمه تستوي، خصوصا لو انت اللحمه بتاعتك هتاخد وقت. لكن انا اللحمه بتاعتي دي انا متاكده انها مش هتاخد وقت لانها موزه، فحطيت ميه على قد ايه ما هي تستوي. بعد كده حطيت شويه صلصه، معلقه كده من صلصه العلب عشان الطماطم ما كانتش حمراء احسن حاجه. وغطيت الحله ووطيت النار شويه علشان تاخد سواها براحتها. وهنا كنت بفتح اشوف بقى سوى اللحمه، حسيت هنا في اللحظه دي ان سوى اللحمه بدأ يبقى تقريبا اكتر من النص بشويه، لان احنا لسه برضو هنسوي الباميه. هننزل بقى بالباميه عليها ونسيبهم بقى يستووا مع بعض. وبدأت أنزل بالبهارات اللي أنا قلتها لكم في الأول، ملح وفلفل وبابريكا والزعتر الأردني. قلبتهم كويس جدا معاها، وبعد كده سبتهم بقى على نار واطية تاني عشان البامية تستوي براحتها واللحمة تكمل سواها براحتها. هنبتدي بقى نغطي عليها، وانصحكم ان انتوا تخلوا الاكل دايما على نار هاديه، بيبقى اطعم بكتير. هنا بدات اعمل الطشه لما حسيت ان الباميه استوت. حطيت معلقه سمنه حلوه كده، طبعا لما تسخن بحط عليها معلقه توم مفروم. تمام، وهنبتدي ان احنا نحمر التومه كويس جدا. وبعد ما تتحمر وتاخد لون هنبتدي ان احنا ننزل بمعلقه صغيره مليانه من كزبره ناشفه عشان نديها الطشه بتاعتها. الباميه بتبقى تحفة جدا وبتتحول تماما لما بنعمل الطشة. هننزل بقى بالطشة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقلبها. شايفين اللحمة مستوية ازاي؟ عظمة بجد، والله العظيم تحفة تحفة تحفة. بالنسبة بقى للطريقة التانية، وهي انا مثلا لو عندي لحمة مسلوقة اوريدي وانا عايزة اعمل بامية، هنا حطيت معلقة سمنة بس سبتها تسخن، وبعد كده نزلت بصلة برضو مفرومة، وحطيت لها كمان معلقة من الثوم المفروم. شوحتهم كويس جدا، وبعد كده هنبتدي ان احنا ننزل بالباميه. بصوا بقى الفرق بين الباميه اللي كانت في الاول والباميه دي باميه فروزن، بس مش انا اللي عاملاها، دي جاهزه من السوبر ماركت عادي. لكن طبعا هناك فرق، لو خدتوا سكرين من الصوره دي والصوره دي بجد فرق كبير، وده اللي بيعرفكم قد ايه حاجه البيت بجد بتبقى احلى بكتير، وان انتي تفرزي الحاجات دي بايدك. يعني بصراحه فرق شاسع. شوحت البامية معاها كويس، وبعد كده نزلت بعصير الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عصير الطماطم هنا انا مش مخففة قوي، يعني اللي هو متوسط. تمام، وهنحط كمان دلوقتي شوربة فالدنيا هتظبط جدا. خلاص بنقلبها كويس معاها، وبعد كده نسيبهم شوية. واول ما بتغلي ببتدي احط البهارات بتاعتي، نفس البهارات اللي حطيناها في المره الاولى. وبعد كده حطيت قطع اللحمه اللي انا عايزه احطها، طبعا هي مسلوقه اوريدي. واخر حاجه خالص هنحط كوبايه من الشوربه بتاعه اللحمه، او اي شوربه عندك، ممكن تحطي شوربه بط او فراخ براحتك خالص. تمام، هنا بدأت بقى ان انا احطها في طاجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والمفروض ان هي هتدخل الفرن او نص ساعه عشان تكمل سوا. تمام. طيب هنا ده شكلها قبل ما يدخل الفرن اهو، زي ما انتوا شايفين. ده شكلها بقى لما خرج من الفرن. بصوا عملت لها طشه طبعا زي الاولانيه بالظبط عشان ما اطولش بس الفيديو عليكم، ما حاولتش اعملها تاني. وطبعا طشيت عليها الطشه اول ما خرجت من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الوش كده، وده شكلها
طيب يا زينب، انتي اكتر طريقة بتحبيها ايه؟ انا بحب الطريقة الاولانية اللي انا بسوي فيها اللحمة، زائد ان انا بحس ان الصلصة بتبقى مختلفة تماما وهي في الحلة عن الطاجن. يعني الطاجن بحس الصلصة خفيفة شوية، لكن لما بتتعمل في الحلة بتديني القوام اللي انا عايزاه، فبالتالي انا بحبها اكتر. مش قادرة بقى اقول لكم كمان طعم اللحمة وهو بيستوي مع البامية بيعمل معاها ايه. يعني بيخلي البامية تبقى تحفة حرفيا. وطبعا لازم بقى نقدمها مع رز بالشعرية، بتتاكل تحفة ما اقولكوش. واكيد اكيد لازم نعصر ليمون، لانك لو ما عصرتيش ليمون يبقى انت باكلتيش بامية. والاكتر من كده بقى ان انا لازم الاكلة دي، مش هتصدقوني يا جماعة، انا بعمل البامية بالليل واسيبها في التلاجة لتاني يوم عشان اكل الاكلة دي، لان البامية ما بتحلاش غير وهي بايتة. طيب، اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا منه. الطريقة اللي تعجبك اعملي بيها، بس انا قلتلك اللي عندي وقلتلك انهي احلى. في نهاية الفيديو كل مرة بقول لكم انا اسمي زينب زياد. لو اول مرة تشوفيني على الفيسبوك اعملي لايك للبيج، ولو اول مرة تشوفيني على اليوتيوب اعملي سبسكرايب للقناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله.